اهلا بيك في حلقه جديده واستمرار سلسله الحلقات بتاعتنا بتاعت كأس العالم للشباب تحت 20 عام. عندنا في الفيديو ده هنعرف الناس اللي اتأهلت لدور ال 16 والمباريات اللي هتكون موجوده في دور ال 16 بتاعت المواجهات الناريه، اللي يعني في مواجهات ناريه، يعني في ايه، في فيديوهات، في حاجات من دي. فاحنا قبل ما نعرف كل ده، في لايك، في اشتراك، في تفعيل جرس، في حاجات من دي، ويلا بينا نبدأ. عندك الجولة الثالثة حصل فيها شوية ايه، مباريات حلوة كده. عندك الجولة الثالثة لعبت يوم الجمعة 13 لعب بنما وكوريا الجنوبية، فازت كوريا الجنوبية ب 2-1. وعندك اوكرانيا وباراجواي، اتلعبت بين اوكرانيا واراجواي، مباراة انتهت بفوز اوكرانيا بهدفين مقابل هدف واحد. وعندك في الجولة الثالثة بقى اللي كان فيها ايه، المنتخب الوطني المغربي، كان فيها اسبانيا والبرازيل يوم 14 2025، وانتهت بفوز اسبانيا بهدف مقابل لا شيء. والمكسيك امام المغرب، وانتهت بفوز المكسيك بهدف مقابل لا شيء. بس عادي، ده كان مباراة استعراضية للمغرب كده، فاهم؟ هو كده كده كان تأهل، بس كان بيستعرض شوية بس قدام المكسيك وكده. عندك مصر امام تشيلي، انتهت بفوز المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف وحيد. ونيوزيلندا امام اليابان، وانتهت بفوز اليابان بثلاث اهداف مقابل لا شيء. عندك بقى ايه الترتيب او الناس اللي صعدت خلاص رسميا لدور ال 16. عندك المجموعة الأولى كانت بتضم 4 منتخبات، اليابان وتشيلي ومصر ونيوزيلندا. عندك اليابان تأهل لدور ال 16 هو وتشيلي، اليابان في المركز الأول ب9 نقاط، وتشيلي في المركز الثاني ب3 نقاط. مصر كان في المركز الثالث ب3 نقاط برضه، بس ما كانش ماشي مع المنتخب المصري وما قدرش يتأهل لدور ال 16 في كأس العالم للشباب. عندك المجموعة الثانية بتضم 4 منتخبات، أوكرانيا، باراجواي، كوريا الجنوبية وبنما. عندك 3 منتخبات اتأهلوا من المجموعة دي. عندك أوكرانيا تأهلت في المركز الأول ب7 نقاط، المركز الثاني الباراجواي ب4 نقاط، كوريا الجنوبية في المركز الثالث ب4 نقاط. دول ال3 منتخبات اللي تأهلوا من المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة بقى اللي كانت مجموعة الموت، مجموعة اللي كنا بنقول هيحصل فيها يعني دمار في أرضية الملعب، بس المنتخب المغربي خلصها كده ايه بسهولة، اللي هي بالنسبة له ولا حاجة. كنا بنقول قدام البرازيل وقدامه اسبانيا وقدامه المكسيك، منتخبات تقيله، المنتخب المغربي خلص عليهم كلهم. عندك المجموعه الثالثه بتضم 4 منتخبات، اولهم ومتصدر ومريح دماغه خالص المنتخب المغربي ب6 نقاط. في المركز الثاني بيليه المكسيك ب5 نقاط، واسبانيا في المركز الثالث ب4 نقاط. دول ال3 منتخبات اللي اتاهلوا لدور ال 16. عندك في المركز الرابع البرازيل بنقطه وحيده ما تاهلتش الى دور ال 16. عندك المجموعة الرابعة بتضم 4 منتخبات، تأهل منها منتخبين، الأرجنتين في المركز الأول ب9 نقاط، وإيطاليا في المركز الثاني ب4 نقاط. عندك استراليا في المركز الثالث ب3 نقاط ما تأهلتش، ولا كوبا اتأهلت بنقطة وحيدة. المجموعة الخامسة بتضم 4 منتخبات، أمريكا، جنوب أفريقيا، فرنسا، كاليدونيا الجديدة. اتأهل منها 3 منتخبات، أمريكا في المركز الأول ب6 نقاط، جنوب افريقيا في المركز الثاني ب6 نقاط، فرنسا في المركز الثالث ب6 نقاط، كاليدونيا في المركز الاخير ب0 من النقاط وما تاهلتش الى دور 16. المجموعه الاخيره بتضم 4 منتخبات، كان من ضمنهم المنتخب السعودي، لكن ما قدرش المنتخب السعودي يتاهل لدور ال 16، ومش هنشوفه بجانب المنتخب المغربي. كانت بتضم المجموعه دي كولومبيا، النرويج، ونيجيريا والسعوديه. اولها تصدر كولومبيا، تاهل رسميا 5 نقاط، النرويج في المركز الثاني ب5 نقاط، نيجيريا في المركز الثالث ب4 نقاط. ودول تأهلوا رسميا إلى دور ال 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عام. موعد المباريات بقى عندك هتبدأ من يوم الثلاث 17 اسبانيا واوكرانيا الساعة 10 مساء. أول مباراة هتكون يوم الثلاث 17 اسبانيا واوكرانيا. في اليوم اللي بعده يوم الاربعاء 18 عندك 3 مباريات، جنوب تشيلي والمكسيك الساعة 2 صباحا، والأرجنتين ونيجيريا الساعة 10 ونصف، كولومبيا وجنوب افريقيا هتكون الساعة 10 ونص مساء. طبعا دي يعني المباريات الساعة 2 مساء دي اللي هي بداية اليوم الجديد، يعني هتكون مثلا احنا يوم الاربع، يعني هي بداية يوم الخميس. عندنا يوم الخميس باراجواي النرويج الساعة 2 صباحا، اليابان وفرنسا الساعة 2 صباحا، امريكا وايطاليا الساعة 10 ونص. المباراة اللي كلنا مستنيينها بقى هتكون يوم الجمعة 10 2025، المغرب وكوريا الجنوبية الساعة 2 صباحا. كده يبقى عرفنا جدول المباريات، وعرفنا الناس اللي اتأهلت او المنتخبات اللي اتأهلت دور 16. فلو انت فضلت معانا لاخر الفيديو ما تنساش تعمل اللايك والاشتراك ونفعل الجرس عشان تكون موجود معانا دايما، وسلام.